لا بقيت الشيخ عم قادر يسالني اسئله وانا هجاوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده وبعد فراق كبير قوي نرجع مع سمر في الغربة، أو سابقا كانت سمر عبد القادر. سمر ايميل. نتحدث عن نشأتها الأول. هي اتولدت في محيط الجميزة وعلى شمالها كان السهريجة. ناحية بتلوم عباقرة وعلماء وناس كتيرة جدا، منهم مصطفى بن عمتي ربنا يبارك له، وعمته سمر. وعمته سمر. هنعمل ايه؟ ده مصطفى بقى. بقالنا كام سنة ما شفناكيش؟ 4 أربعة فيهم حاجات كتيرة والله، يعني مش مجاملة ولا كلام فيديوهات، بس أشهد الله أني أحبها في الله. لا العظيم والله العظيم من غير كلام. بحب مصطفى كده قلبي قوي يا باشا فعلا كده نص سنين. فطبعا احنا بقالنا كام 4 سنين زي ما هي ما قالت. 4 سنين ما شفناهاش. بقالي 4 سنين ما شفتوش. 4 سنين بعد فترة كبيرة، يعني الحمد لله اتقابلنا. ربنا يبارك في عمرها وولادها وجوزها ويرزقها من وسع ويحفظها ويجعل ولادها دايما من أهل القرآن ومن أهل العلم، وربنا يبارك فيهم وينبتهم نبات حسن. طبعا بقى النهارده نوجه لها شوية أسئلة، يعني حابين نسألك تجربة المطبخ بدأت ازاي؟ انا اقول لك بدأت اكيد عشان العيلة بقى بتحب الاكل. هي العيلة اي نعم بكرش بس مش ما العيلة، ما انا اعرف واحد في العيلة بياكل 6 رغيف في الطبق. يا لا هي ما بدأتش كده، هي بدأت ان انا على قدر ابن خالي بياكل 8. اول ما سافرت بعمل اكل، فاصحابي دقوا قالوا لي طب ايه رايك تعملي قناه الاكل حلو مش عارف ايه كده، وبرده كنت ببيع اكل. هي اول حاجه كنت ببيع الاكل، بعد كده ابتدت بقناه. واحده صاحبتي قالت لي ايه ما تعملي قناه احسن، وانا فضلتها لانها بعدتني فعلا عن الناس. طبعا مش عن الناس، عن اللي عملوا لي مشاكل في حياتي. هو البعد عن الناس غنيمه. فانا لقيت نفسي بنفسي بحاجه انا بحبها وبشتغل عليها وكده. هو احنا ناس من صغرنا والله بنحب يعني الكيف. يعني كفايه ستي الله يرحمها، ودي مش شكرانيه، انا بقول الحق في اي حته والله ربنا يرحمها. يعني هي تعبت لحد اخر يوم في عمرها، سواء بقى كان ستي سيدي ابويا مامي عماتي، تعبوا وشقيوا وفعلا ناس كويسه كلهم ربنا يبارك فيهم يا رب. فخلاص بقى الحمد لله. يعني مش عايزين ندخل في تفاصيل بقى، احنا عايزين نتحدث عن او نتكلم عن الايه، عن الحياه، عن العيشه المره. مش العيشه المره، مش احنا ما فيش عيشتنا، طالما احنا مع ربنا فعيشتنا كويسه باذن الله. فبدات التجربه بقى وجانا الاكل وكده. احنا جايين النهارده نستضيف ونطلع الايه التفاصيل والاسرار. يمكن حد من ناحيه الجميزه كمان يبقى عنده مطبخ كذا في الغرب. مطبخ كذا في ميت الحفيم. لا مش في ميت الحفيم، مفيش في ميت الحفيم مطابخ، فيها فنادق. تصدق بلدنا كلها فنادق الحمد لله. يعني في مزارات سياحيه برضو عندنا، السهريجه بارك والجميزه لاند، وبص من عندنا من البلكونه على الجميزه على طول. فاحنا بنعتز بناحيه الجميزه لانها طبعا هي اتولد فيها عظماء ومنهم مصطفى. في ناس كتير. عمك احمد كبير تبع الغرب عماد اللي بيعمل فيديو. انت ما سلمتوش على بعض؟ الحمد لله. الناحيه يعني طبعا زي ما احنا قلنا مليانه عظماء، طبعا نبت منها نبته كويسه اللي هي الشيف سمر. خلاص بقى كملنا بيها الاكل، وبعدين بس ابتديت بقى اتجه شويه اللي محتاج اكل بعمله. ابتديت ان اللي عايز اللي محتاج اي مساعده بروح برضو بالاجر. اللي عايز اي حاجه اكل فطير عيش الحاجات دي ابتديت ان انا ابيعها وكافح. يعني حاجه بحبها مش اكتر، وتبعدني عن قالوا قلنا وقعدوا وعدنا وقعدة الحريم. طبعا وقعدة الحريم والمشاكل اللي بيعملوها. فانا لقيت نفسي بحاجه انا بحبها. وقعدة المصادر بقى وبس قعدة المصادر. وتاني حاجه شكرا على الاضافه يا عم محمود، شكرا والله. وتاني حاجه كانت بتدخل لي رزق لاولادي. بس فالحياه مكافحه يعني حلوه يعني. ايوه طبعا، احسن ما نمد ايدينا لحد، واحسن ما نسرق، واحسن ما نعمل. انت كدوني كتير واتشتمت كتير، وبقيت اسمع من اقرب الناس لي على فكره، واقرب الناس لي ما حدش فيهم كان بيشجعني على فكره، واقولهم مصطفى والله ما حصل. ده اللي كان بيشجعني. كملي، احنا بنحب الاكل. الحمد لله، يعني احنا بنحب الاكل فكملي. فالحمد لله. اللي يقعد يبدا واحده فاضيه، واحده ما وراهاش حاجه تعملها، بس انا شايفه ان انا لا كنت بعمل حاجه حلوه، حتى لو حد يستفيد بيها 1%. طبعا ولادي على الاقل يمكن. احنا الحمد لله.
دايما تعرفنا زي عميد سمر نموذج، يعني نموذج يحتذى به في كل حاجة. لا بجد والله في مصر ربنا يكرمها، نموذج للمرأة المصرية المجتهدة اللي هي فعلا عايزة تساعد جوزها وولادها، مش عايزة تنام طول انا اليوم. فرحانه والله، بجد والله. يعني احنا جينا فرحانه بالكلام ده. احنا جايين ومكلفين كتير واحنا جايين لك الزياره ديت. اي نعم انا ما اشتريتش حاجه وعملت فاطمه اللي اشترت، بس جبنا 3 ازاز بيبس، جايبين لي والله حاجات ف6 كتير. لتر لبس وحاجات كتير. بنحب ندعم النماذج بس يا حبيبي ما تعديش جايبين تاني. لي والله بيبس وشيبس دايما نحب وترشي وخيار. دايما نحب ندعم النماذج اللي هي النماذج اللي مش موجوده منك كتير في المجتمع، خاصه وانك بجد والله انا بقى عمري هجامل. فرحانه قوي بالكلام ده. يعني احنا عمرنا ما بنجامل. لو مصطفى كنت اقول بيجامل، بس بندعم ماديا ومعنويا. عشان كده بس مش عايزين نقول الرقم اللي احنا اداهولها دلوقتي او هتاخده بعد الحلقه. يعني مش عايزين نقول الرقم ده لان ده خلاص احنا هنجهز لها مطبخ كويس تصور بيه، معدات وكاميرات، وربنا يسامحنا على الكذب، معدات وكاميرات وكل حاجه ومايكات على صدى البلد. استنوني الساعه 7 صدى البلد، بس مع حد كده وخلاص. انا كده يطلعوني على صدى البلد. مش مهم صدى البلد، احنا هنفتح لك قناه والله يا عمتي ان شاء الله. يعني الحمد ولا لله. كاس من اللي خدت سيبه بقى، هنسلمه ده في النهايه. والله العظيم احلى قعده بص الحته دي ماشي. سيب ده يا حبيبي عشان ما يتكسرش. 5 دقايق بالظبط. فاحنا طبعا جينا مناديب وبتفويض من رئاسه مجلس الجميزه النهارده. اسمعي بقى عشان نعرف تجربتها ونسردها للناس. والحياه برضه مهما كانت الغربه، فالغربه مش لما دولارات زي ما عم محمود بيقولوا كده، ولكن هي صعبه. ويكفي بس ان هم قاعدين بعاد عن اهلهم وقاعدين بعاد عن الدنيا دي كلها، وبيقعدوا بالسنه والاثنين والثلاثه هتلاقي قطر. وبيقعدوا بالسنه والاثنين والثلاثه والاربعه والخمسه، وفي ناس بتتجاوز ما بيشوفوش اهلهم. هي عمر الحياه ما كانت فلوس، وعمر الحياه ما كانت اشكال، عمر الحياه ما كانت ماديات ولا حاجات كتير. كل واحد حتى وان كان المظهر العام انت شايفه مستريح، ففي حاجات ورا كتير. ممكن يكون مبسوط ومرتاح ماديا لكن عنده مرض، وربنا يعافينا ويعافيكم. ممكن يكون في مشاكل دقه في البيت ليل ونهار، مشاكل اسريه وحاجات كتير. لان جت على ناس هم المظهر الحاجه الظاهره ليهم كويسه. احنا ندعي ان ربنا يزيدهم وربنا يرزقهم من الخير اللي رزقهم بيه. هو ربنا سبحانه وتعالى الرازق، قادر يمنع وقادر يعطي. فمن التجربه ديت انا عرفت ان هي اجتهدت بس ما كملناش. فهتكمل لنا بقى بعد ما خلصت بقى ان هي كانت بتروح تعمل اكل وبالاجر وكل حاجه، ودي مش عيب، ده عادي. احنا كلنا اشتغلنا عند ناس وحاجات كتير. فهنكمل بقى التجربه بقى. جت قصه القناه ازاي؟ هي وصلت لكام مشترك الاول؟ 2000 وشويه. احنا ناس متواضعه بنقبل بالقليل يعني. ربنا يزيدها ويبقى عندها 5 مليون. وبص الجميزه بعتك ليه؟ هي بعد اذنكم ابني بيتضرب. ناحيه الجميزه بعتك لي بقى. هي ناحيه الجميزه طبعا بعتاني فان احنا نقص التجربه على الناس، لان كل الناس ما تعرفش اسرار التجربه وصعوبه التجربه. وطبعا هم مفكرين ان انت بقى رحت امريكا بالساهل كده وكده، لا بصعوبه. ما يعرفوش انك دفعت كتير قوي، كتير اكتر من اللي انت لميتيه بعدين. لا الحمد لله احنا مديونين في اقساط. احنا كلهم بيقولوا علينا اقساط. احنا جايبين تكييف اهوت لسه ما دفعناش قسطه. لا مش اسمه تكييف. مش تكييف، مروحه. مش تكييف عشان ما تفكرش ان هو تكييف، والله اللوح تلج ده مبرد كده جايبين لسه علينا اقساط. فهم بعتونا عشان يعرفوا التجربه، عشان مثلا انا شايفه معاكم داخلين بلفف وحاجات كده. ايه اللي فيها؟ الجميزه اللي عاملين ده؟ لا ده احنا اللي عاملين، عمتي فاطمه وانا وعم محمود ومصطفى. فطبعا احنا جبنا لها ده اهوت عشان تشوفوا ناس كويسه والله. البيت اكثر يا اخويا. فدي حاجه والدرع وكده. احنا سلمناها البورتريه. فهات يا مصطفى الجايزه الثانيه. اسمها يا عبادي بورتريه يعني يعني لوح خشب عليه صور. لوح خشب عليه صور. احنا كنا اصلا هنعمل لك صوره على طبليه من اللي هي القديمه دي. احنا كنا هنعمل لك الله يبارك. احنا اصلا كنا هنعمل لك ديت. انت عارفه الطبليه اللي احنا كنا بناكل عليها؟ كنا هنعمل لك صوره عليها. الله اكبر. تتحط كده في مدخل البيت عشان تعرفوا ان انا قد الدنيا يا ولاد. بس احنا ايه؟ بس احنا عشان نفسنا تتفتح على الاكل حتى. فنفسنا على الطبليه. وانت غاليه طبعا. هي مصطفى ما تجيب اللي هي الشفاه دي.
ودلوقتي اول زير فاحنا ربنا كرمنا يعني وبنقدم لها الهديه الثانيه دي زير وهي بلوره، هي قاعده في ودول امريكا. فاحنا الحمد لله جبنا لها 3 قلال. ودول الصغيره بتاع انس. فدي الجايزه الثالثه، جبنا لها 3 قلال عشان مثلا لما تبقى عطشانه بالليل فتقوم فتفتكر بقى ايه الناس اللي جابوها لها فتقعد تلاقي. أقسمت بالله من أحلى الأيام اللي عشتها وأنا في مصر يوم ما شفت عبد القادر ومصطفى برضو. بس عبد القادر كان في الجيش، نزلت وقعدت حوالي 15 أو 20 يوم كان في الجيش. كان وحشني قوي قوي، غالي وأغلى من أخويا بكتير، يعني دي شهادة في حقه، أدب واحترام ودخل الفرحة على قلوب أي حد حتى لو هو كل هموم الدنيا. حبيت أعمل له محشي كده وأظبطه وده أكل عمته. عارفين أول مرة ياكل من إيدي بعد ما اتجوزت من 15 سنة، كان لسه صغير. يعني عبد القادر بجد من أفراد الأسرة المحببين إلى قلبي قوي. يا رب ربنا يخليه ويبارك فيه. طبعا كتمت الصوت عشان كان الدوشة كتير. فالحمد لله. يا رب ربنا يساعدك يا حبيبي ويعوضك خير على كل حاجة انت شفتها في حياتك، قريب او من غريب. يا رب ربنا يكبر بخاطرك دنيا واخره. حبيت بقى اعمل له كده باميه باللحمه طاجن زي ما انتوا شايفين. عملت له اي حاجه حسيت ان هو كان بيحبها، وعملت له محشي ولحمه وسلطه. بصوا مخلتش في نفسه حاجه لان ده الغالي. فاطمه اختي طبعا كانت بتساعدني، بس جت في الاخر بتفرغ بس ما عملتش معايا حاجه، كل حاجه عملتها له بايديا. يا رب يديم لمتنا على خير، ويديم كده دايما السعاده والفرحه في بيوتنا. اشوفكم على خير ودمتم بخير، مع السلامه.